أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل على بث الأمل في النفوس والتفاؤل في قمة الأزمة، في عز الأزمة. نعم، في خوف، في قلق عند البعض، هذا طبيعي. وزلزلوا زلزالا شديدا. هؤلاء أعظم الناس إيمانا زلزلوا زلزالا شديدا. لكن مع ذلك حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث الأمل في النفوس. لذلك سلمان الفارسي نفسه كان يحفر في الخندق فاصطدم بصخرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني. حتى في هذه الأمور ملجأهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما إلنا إلا النبي عليه الصلاة والسلام في شدائد الأمور ووسيلتنا إلى الله في الدنيا وفي برزخنا وفي الآخرة. أخذ المعول من يد سلمان، ضرب الضربة مستعينا بالرحمن. قال لمعت تحته برقة أولى، برقة ثانية، برقة ثالثة. ويبشرهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله فتح علي اليمن، وفتح علي الشام، وفتح علي المشرق. هذه الأمور كلها رآها الحبيب صلى الله عليه وسلم. مع كل لمعة تلمع كان يرى فتحا قادما للمسلمين.